عايز تعملي اكله سريعه وكله في حله واحده، يبقى لازم تدخلي الفيديو ده. ان شاء الله هنعمل اكله واجمل والذ كبسه باللحمه الضاني خطيره يا بنات جدا. انصحكم تجربوها لانها تعجبكم جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو كلنا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كمان لو عجبك القناه تضغطي لايك وسبسكرايب للقناه، وتحت الفيديو كده مربع احمر اضغطي على الكل عشان يوصلك كل اشعار من فيديوهاتنا بننزلها. تعالى نشوف الكبسه عملناها بطريقه مميزه باللحمه الضاني. عملناها ازاي؟ شايفين منظرها يا بنات؟ شهيه جدا واللحمه دايبه جدا، طعمها في منتهى الجمال. بتزينها كده بالمكسرات المتوفر عندك، بتعمليها بتبقى لذيذه جدا وفي منتهى الجمال، في نفس الوقت كله في حله واحده. شايفين الجمال ده؟ كانت روعة بنات. انصحكم تجربوها بنفس الطريقة لانها تعجبكم جدا. بس ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو، وفي نفس الوقت كمان تضغطوا على زر اشتراك عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. اللحمة الضاني لازم تكون بالعظم بتاعها عشان بتدي تست جميل جدا ولذيذ قوي للكبسة بتاعتنا. كل ما تكون اللحمة فيها العظم بتاعها اللي هو الضاني ده بتكون حلوة جدا. يلا كده نشوف وندخل على الفيديو والمقادير بتاعتنا. اول حاجه عندي هنا حله، حطيت معلقه زبده واحده وكمان معلقتين زيت. الحله هتسخن جدا بالزيت. تمام، بالشكل ده يا بنات. لازم الحله تسخن جدا. في الخطوه دي هنزل باللحمه بتاعتنا، بس لازم يا بنات تكون الحله سخنه جدا زي ما انا بسخنها كده. هنزل على طول باللحمه، تكون الحله سخنه جدا في الزيت، واحمرها من الجنبين. يعني كل قطعه لحمه لازم تحمر بالشكل ده. شايفين يا بنات اللحمه نفس يعني لازم كده تكون بتش في قلب الزيت في قلب الحله. مش هقلبها على الجنب التاني يا بنات، لما لازم القطعه بتاخد لون احمر من تحت وبعدين اقلبها الجنب التاني. تمام، لو قلبت القطعه قبل ما تاخد اللون الاحمر طبعا اللحمه بتاعتنا هتصفى، هتنزل ميتها وهتنشف مننا. ما تقلبيش القطعه الا لما تاخد لون احمر من تحت. تمام، هشوح فيها كده ومجهزه توابل الكبسه بتاعتنا. روعة جدا يا بنات والطعم بتاعها لذيذ قوي. هنا بهارات الكبسة بتاعتنا لازم تكون فريش كده. طبعا كده انا قلبت اللحمة على الوجهين كده. هحط التوابل واشوحها كمان بالشكل الجميل ده. في الخطوة ديت هسيبها كده مع نفسها، وجهزت كده قرن فلفل رومي نصه، وكمان نص فلفل حراق. بتديها نكهة وفي نفس الوقت الطعم بيبقى لذيذ جدا يا بنات. عندي كمان هنا جزرتين مبشورين بشرتهم كده، هضيفهم في الوقت ده. الروايح بقى يا بنات ما اقولكوش، يعني الطعم خطير والريحة فظيعة كمان. قلبت كده كل اللحمة وتاخد من التوابل، وفي نفس الوقت كل الجزر مع الفلفل، كل الحاجات تشرب كده مع بعضها اللحمة. تمام، هتبقى جميلة جدا. هسيبها كده مع بعضها. ضفت هنا كمان بصلاية مفرومة كده، وده اختياري يا بنات بس جميلة جدا وفي نفس الوقت بتديها تست حلو قوي. انا ضفت البصلاية كمان يا بنات. هتبلهم كده مع بعض. الملح يا بنات ما بحطوش الا لما باجي بغسل الرز واحطه كمان اللي هو البسمتي. هنا عندي التوابل بتاعتنا، بهارات كبسة، فلفل اسمر، وكمان رشة من الكمون والكزبرة.
حطيت بهارات الكبسه جبنات الاول. تمام. حطيت التوابل ديت طعمها زياده. شايفين الجمال؟ تخيلوا الريحه معايا كده فظيعه. نزلت كده ميه من الكاتل. لازم اي حاجه بنات زي ما متفقين مع بعض، اي حاجه تكون سخنه بتنزلي عليها بميه سخنه. ما ينفعش تنزلي بميه بارده على حاجه سخنه، بتشد كده وبتبقاش كويسه. تمام. هسيبها بقى تستوى اللحمه تماما، وفي نفس الوقت في الوقت ده بجهز الرز بتاعنا، بغسله وبسيبه في جنب تبع الرزايه بتاعتك. انا الرز بتاعي غسلته وحطيته على طول، الرز البسمتي كده. انا هسيبها لحد ما تستوى 3/4 سوا، والربع الاخير ده بيبقى في الرز يا بنات. بتدوب جدا وبتبقى في منتهى الجمال بجد. شايفين كده؟ شايفين اللون؟ انا كده غسلت الرز خلاص، هي قربت تستوى. هتكمل سواها بقى مع الرز بتاعنا. ريحتها خطيره والطعم جنان فعلا. انتوا هتجربوها هتعجبكم جدا. بس قولوا رايكم كمان في الكومنتات، يعني لما تعملوها اكتبوا لي في الكومنتات طعمها وريحتها كانت ازاي. شايفين الجمال ده؟ شايفين العظمه دي؟ لو وصلت هنا من الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه. تحت الفيديو مكتوب مربع احمر، اضغط على الكل عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. دمتم في رعايه الرحمن. السلام عليكم.